شكرا. هتستدعيله على طول ولا؟ لا لسه. مساء الخير. اسمحوا لي باسم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قنوش، تحت إشراف السيدة الوزيرة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، نبدأ مع بعض صالون شهر نوفمبر، كلام في السيما، مع الدكتور محسن أحمد، هذا المبدع ومدى تأثير صورته في أفلامه السينمائية. الحقيقة أنا احترت في إن أنا أقدم دكتور محسن إزاي، وانا ما بحبش التقليديه، اقول ولد سنه كذا وعاش سنه في كذا الحاجات دي كلها موجوده في الكتب كتير قوي، اتعملت دراسات كتير قوي على الدكتور محسن. بس انا بحب دايما زي ما الناس متعوده، جمهور الصالون وجمهور الهناجر وجمهوري الحمد لله، ان هم عايزين يعرفوا دايما الكواليس. فاقول تعالى استاذ احمد، الدكتور محسن اهو، تعالى هنا، والدكتور عصام الشماعه صور كده. عايز اقول لكم ببساطه انه احنا الجيل بتاعنا اتعلم السينما مش كمساعدين اخراج، ان احنا اشتغلنا مساعدين اخراج للمخرجين طبعا مهمين، بس اتعلمنا السينما بجد برضو من رموز صناعه الافلام السينمائيه، ومنهم دكتور محسن احمد. انا افتخر بان انا اشتغلت مع الدكتور محسن احمد يمكن كمساعد مخرج في 3 افلام او 4 افلام. اتعلمت من محسن احمد حاجات كتير قوي، هو يمكن ما يفتكرش انه اشتغلنا مع بعض اعلانات، اشتغلنا مع بعض كليبات، اشتغلنا طبعا مش انا المخرج، هو المخرج، يعني هو كان بيخرج وانا مساعد مخرج ليه.